السلام عليكم. هو مين اخطر، السكر لو كان عالي ولا لو كان واطي؟ الاجابه ان السكر لو نزل او لو وطي ده اخطر نوع ممكن يحصل. اكتر حاجه في جسم الانسان بتحتاج سكر، اكتر حاجه في جسم الانسان بتستهلك سكر بكميه كبيره هو المخ من اكتر الحاجات اللي بتستهلك سكر بكميه كبيره، علشان كده دايما يقول لك خلي في جيبك حاجه حلوه طول ما انت ماشي، لاحسن يجي لك اعراض نقص السكر فيجي لك غيبوبه نقص السكر، لا خد لك حاجه حلوه. انا هتكلم عن معجزه مهمه جدا جدا. سبحان الله، انت عشان تدخل الكليه وعشان تدخل الجامعه فبيكون معاك كارنيه كده، بتبص في الكارنيه امن الكليه بتعدي. الجلوكوز عشان يدخل جوه خلايا الجسم كلها بلا استثناء ما عدا استثناء واحد بيعدي بكارنيه. الكارنيه اسمه الانسولين. الانسولين هو بيعدي السكر او الجلوكوز جوه الخليه، لكن خليه المخ لا، خليه المخ بيدخل من غير اي كارنيه، من غير اي استئذان. اشمعنى؟ ان المخ من ضمن الاعضاء اللي بتستهلك سكر بكميه كبيره خالص عشان ما يكونش تحت رحمه الانسولين. ده كان كلامنا النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.